الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم واحد الطاجين بالبصله مكوره صغيره والمشماش واللوز. طاجين بنين بزاف وسهل التحضير ولذيذ. غير دير لايك قبل ما تبدا الفيديو ان شاء الله غادي يعجبك 100%. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنقطعوا البصله وكنشلضوها مزيان على هذه الطريقه وكنديروها في الطاجين ديالنا وكنضيفوا عليها الحيمات وكنحكوا واحد التويمه ولا جوج وكنضيفوا عليهم توابل الملح الخرقوم البزار سكينجبير قزبر حبوب وشويه ديال القرفه، معلقه صغيره ديال السمن زيت الزيتون وزيت المائده، وكنخلطوا الطواجين ديالنا والحمض ديالنا مزيان. ومن بعد نديروا الطواجين ديالنا فوق البوطاي يطيب على خاطرو. ومن اللحم ديالنا يتقلى مزيان كنضيفوا عليه بصله مكوره صغيره كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل راه موجوده في السوق، وكندريسيوها كنستفوها مزيان في الطاجين ديالنا. من بعد نضيفوا المشماش يابس او المشماش مجفف ونسدوا على الطواجين ديالنا يكمل الطياب ديالو على خاطرو. من بعد ما الطاجين ديالنا طاب وتعسل وتعلك كنضيفوا فوق المشماش شويه ديال الجنجلان، واحد خويط كبير ديال العسل، واللوز مقلي في الوسط كيف ما كتشوفوا. وهاد الطواجين ديالنا وجد ما نعاودش لكم المذاق بنين بزاف ولذيذ وفكره جديده. كنتمنى ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب. تبارك الله عليكم، بصحه وراحه.